السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود ايه يا شباب، اهلا بيكم في كواليس فريلانسر. لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل دوس سبسكرايب وتعالى اقول لك على احسن 5 شغلانات في 2023 ممكن تشتغل في فريلانسر. يلا بينا. مساء الفل يا شباب. انا عارف في زحمة المعلومات الموجودة بتلاقي ان في شغلانات كتيرة جدا ممكن تشتغلها وكورسات اكتر ممكن تاخدها، بس انت مش عارف تحدد انهي واحدة انت عايزها. في شغلانات للاسف بتموت بالبطيء، او في شغلانات بتموت اسرع منها، يعني ما بقاش لها لازمة، وفي شغلانات بتتجدد على طول. فانا قعدت ادور لحد ما لقيت لك احسن 5 شغلانات ممكن تشتغلهم في 2023 وفعلا هيجيبوا لك فلوس كتير جدا. بس عايز انبهك قبل ما اقول لك على اول شغلانه، الموضوع هياخد منك وقت ومجهود كتير، بس صدقني بعد ما تخلص الحاجات الاوليه بتبدا ان انت تاخد فلوس كتير جدا، وهتلاقي شغل مضمون على مواقع كتير زي ابورك وفريلانسر ومواقع كتير اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. اول شغلانه معانا النهارده وهي الويب ديفلوبمنت. ان انت تعمل مواقع. الويب ديفلوبمنت بيتقسم لاجزاء كتير جدا وناس كتير قوي بتشتغل فيه، بس انت لازم تبقى اشطر من الناس دي كلها عشان تلاقي الشغل. الويب ديفلوبمنت بيتقسم لحاجات كتير زي مثلا ال HTML ال CSS والجافا سكريبت وزيهم حاجات كتير جدا. كل ديت لغات انت بتبدا تتعلمها عشان تقدر تتواصل مع الكمبيوتر. ديت لغات الكمبيوتر، فانت لازم تبدا تتعلمها واحده واحده وبعد كده تبدا تلاقي الشغلانات بتاعتها. الويب ديفلوبمنت من الشغلانات اللي مش هقول لك انها سهله، بس هي مش صعبه، هي بتتعود عليها، بتاخد خبره فيها يوم عن يوم اكتر. كل ما بتبدا تكتب كودز اكتر كل ما بتفهم فيها اكتر. ودلوقتي طبعا بقى في برامج كتير جدا بتقدر تساعدك زي شات جي بي تي مثلا. في الاول كنت تكتب الكود وتقعد سنه بتدور على الغلطه اللي فيه، دلوقتي شات جي بي تي تبعت له الكود يقول لك الغلطه هنا وخلصت الموضوع. فانت حاول ان انت تدخل في المجال ده لو انت عندك حب للمواقع للبرمجه للكودز الحاجات دي كلها. انا واحد عيني بتوجعني من الكودز كتير مثلا، لكن لو انت واحد عندك حب للكودز تقعد تكتب الكودز دي كتير هتلاقي شغلانات حلوه جدا. والويب ديفلوبمنت في 2023 متوسط الدخل بتاعها $65,000. ده رقم حلو ما تحسبوش، لكن الفكره بقى هنا فين الكورسات اللي احنا ناخدها. الكورسات موجوده على يوديمي، على كورسيرا، وعلى يوتيوب، وعلى شات جي بي تي. لو انت عندك البيزكس وعايز تسال على حاجات معينه شات جي بي تي هيساعدك، برضه هيساعدك في حاجات كتير قوي هتساعدك. فما تشيلش هم حته الكورسات، وانا هحط لك في الديسكربشن لينكات كورسات حلوه جدا على يوديمي او كورسيرا عشان تبدا تتعلم. ولو لقيت حاجات على اليوتيوب فعلا مفيده برضه هحط لك في الديسكربشن. تاني شغلانه معانا وهي الجرافيك ديزايننج. الجرافيك ديزايننج من الحاجات اللي بتاخد منك وقت كتير جدا عشان تتعلمها، بس قبل ما تتعلمها صدقني ممكن تشتغل في شركات كبيره جدا ومواقع كبيره جدا. تعال اقول لك انت ازاي ممكن تعلمها. الجرافيك ديزايننج بيبدا ان هو يتقسم لحاجات كتير جدا، منها ان انت تعدل على الصور، تعدل على الكومبوزيشن، تركب حاجات مع بعض، تتعلم اساسيات الكتابه، الخط، الفونت حتى اللي بيبقى مكتوب. كل فونت بيبقى بيدي انطباع للعميل مختلف، فانت لازم تبقى متعلم اساسياته. الالوان، ايه الباليتات اللي ممكن تستخدمها مع بعض، ايه الالوان اللي انت ممكن تستخدمها مع بعض. كل الحاجات ديت حاجات اساسيه لازم تبقى عارفها. ما تقولش ان انت جرافيك ديزايننج انك تعرف تحرك حاجه او تركب حاجتين على بعض فانت كده بقيت شاطر فيها. ده هيشغلك في شركه صغيره او مع فريلانسر كلاينت واحد وبعد كده يمشي. لكن لو عايز فعلا تشتغل شغل ثابت مع شركات كبيره كفريلانسر برضو، الجرافيك ديزايننج لازم تتعلمه واحده واحده وتاخد كورسات كتير جدا فيها. وزي ما قلنا في الويب ديفلوبمنت ان انا ممكن احط لك كل الكورسات اللي هلاقيها في الديسكربشن، بس ده لازم ان انت تتعلمه فعلا، ولازم تاخد الوقت المطلوب والجهد المطلوب عشان توصل للليفل ده. الجرافيك ديزايننج بيشتغل على ايه؟ مينلي بيشتغل على الفوتوشوب والإليستريتور، ان انت تقدر تعدل على الصور وان انت تحركها وان انت تظبطها. كل الكلام ده هياخد منك مجهود، بس فعلا هيخليك ان انت تكسب كتير، لان المتوسط الدخل بتاع الجرافيك ديزاينر هو $50,000 في السنه، وده رقم محترم جدا. وطبعا ده بيزيد مع زياده انتاجيتك او زياده شطارتك، فانت كل ما بقيت شاطر اكتر كل ما بقيت خبير اكتر كل ما بتاخد كتير قوي. ممكن توصل لحد $1,000,000 في الشهر. الموضوع مش بيتحدد بحاجه، الموضوع بيتحدد بشغلك انت. فانت ابدا وهتصدقني هتوصل لارقام كبيره جدا. ثالث شغلانه معانا وهي الفيديو اديتنج. الفيديو اديتنج بيكسبك فلوس كتير جدا بس لما تتعلم الاساسيات بتاعته. انا عارف ان انت ممكن تكون ركبت لك صورتين على بعض او فيديوهين على بعض او فيديوهين كوره بالاخص وتقول انا كده بقيت شاطر في الموضوع وهبدا اقدم. مش هتلاقي حاجه. الفيديو اديتنج بتلاقي كلاينتس عايزه حاجات عبيطه زي مثلا انت تعدل الصوت بتاعهم او الصوره بتاعتهم او تعدل الاضاءه بتاعتهم. كل الحاجات دي بتبقى سهله، بس في ناس بقى اللي فعلا هتدفع لك اكتر هو اللي بيبقى عايز حاجات اكتر. والناس ديت بتلاقيها اكتر بكتير من اي شغلانه ثانيه، لان الناس ديت هتلاقيها على فين؟ زي ما انت بتتفرج عليها دلوقتي على اليوتيوب. اليوتيوبرز كلهم بيبقوا محتاجين فيديو اديتورز باستمرار. في ناس بيبقى معاها تيمز لكن الاغلبيه معهاش تيم، وبيبقوا عايزين فيديو اديتور يبقى شغال معاهم لفترات طويله. انت لو بدات ان انت فعلا تتعلمه هتلاقي شغل كتير جدا على ابورك، على فريلانسر، على فيسبوك، على انستجرام، على اليوتيوب.
الفيديو اديتنج بيخليك ان انت تنفتح على عالم كبير جدا، فانت ابدا اتعلمه. الفيديو اديتنج بيتقسم لكذا حاجه، مثلا زي اول حاجه بريمير برو، وده الاساسي بتاعه. بريمير برو هو بيساعدك بس ان انت تقطع الفيديو، تظبط عليه الوان، تظبط افكتات، بس طبعا في حاجات بتبقى ادفانسد اكتر، ودي بتاخد الفيديو تروح على افتر افكتس، وده البرنامج الثاني اللي انت المفروض تعلمه. افتر افكتس ان انت تعمل الموشن نفسها، وان انت تحرك الحاجات وتركب الحاجات. انت لما تتعلم الاثنين بقى معاك بوينتين اعلى من اللي اتعلم بريمير بس او اتعلم افتر افكتس بس. بعد كده بيجي ادوبي اديشن ان انت تعدل الصوت. لو معاك الثلاثه فانت شخص جامد جدا، وتقدر ان انت تشتغل في حاجات اكبر بكتير لان انت معاك كل ده. طبعا ساعتها لو انت اشتغلت في شركه كبيره هيبقى معاك تيم متخصص وهيشتغل تحتك او تشتغل معاهم. بس لو احنا بنتكلم على كلاينت عادي فانت بريمير بس ممكن يكفيك. بريمير وافتر افكتس ممكن يكفوك وهتعمل منهم شغل كتير. بس صدقني الفيديو اديتنج بيكسب فلوس كتير جدا وفرصه لا تنتهي. رابع شغلانه معانا وهي السوشيال ميديا ماركتنج او السوشيال ميديا عموما. السوشيال ميديا ممكن تطلع منها فلوس بالهبل، بس انت مصمم ان انت تقعد تتفرج على فيديوهات ملهاش اي لازمه او طريقه عمل البشاميل ومش عايز ان انت تكسب منها فلوس. تعالى بقى شويه سيب الطرق ديت وتعالى اقول لك ممكن تكسب منها فلوس ازاي. الماركتنج دوت من الحاجات اللي دلوقتي بقت بتستعمل كتير جدا. السوشيال ميديا او الديجيتال ماركتنج دلوقتي بقى متوسع بشكل كبير جدا، وبقت ناس كتير قوي بتشتغل فيه، بس هو ستيل هو متعطش للشغل وعايز ناس كتير جدا تدخل فيه. زي مثلا اي اعلان انت بتشوفه ده وراه واحد او تيم اشتغل عليه عشان يوصل لك بالصوره ديت، بالشكل ده، بالكتابه ديت، بالفونت ده، بالالوان ديت، بالصور ديت. كل الحاجات ديت ده تيم اشتغل عليه، هي مش حاجه عبثيه. يعني مش واحد قاعد والله يحط الصوره ديت مع الشكل ده مع الفونت ده وهيطلع لك، لا، هيطلع حاجه وحشه وجواك سيكولوجيا مش هتستوعب الاعلان او مش هتبص له. لكن الاعلان اللي بيوصل لك وانت بتقف عنده لمده 5 ثواني او 10 ثواني وبعد كده بتدوس عليه فيبعت له ان هو في شخص دوس عليه، ده كان تحت علم وتحت شغل وتحت تيمات شغال عليه. السوشيال ميديا بتكسب فلوس كتير جدا. من النواحي الثانيه برضو بعيدا عن الديجيتال ماركتنج شويه، ان في ناس بيبقى عايزين مدير للاكونتات بتاعتهم، بيبقى عنده كذا اكونت على كذا بلاتفورم، هو ما عندوش وقت ان هو يدير كل الكلام ده، بيبقى عايز شخص او التيم بتاعه يجي ويبدا يدير له الاكونتات دي كلها. من بقى ان هو يقطع له الفيديوهات بتاعته، ينزل له الصور بتاعته، يرد على الناس اللي عنده، يرد على الكومنتات، يرياكت على حاجات ثانيه. كل الكلام ده بيبقى في ناس عايزه حد يشتغل لها. فانت ممكن تبقى الشخص ده، بدل ما انت قاعد تعمل لايك وكومنت لبوستات مش هتفيدك في حاجه، اقعد اعمل لايك وكومنت برده بس من على اكونت حد هيدفع لك فلوس عليها. مش بقول لك على الناس اللي هو بيقول لك 20 جنيه على اللايك و5 جنيه على اللايك، مش الناس ديت. في ناس دلوقتي بقت بتكلمك على الواتساب ويقول لك ان هم بيشتغلوا مع شركات كبيره والشركات ديت عايزه ناس تفضل تعمل لها لايك، وانت كل لايك او كل كومنت بتاخد عليه فلوس، وبعدين هتلاقي ان هو اداك فلوس فتفرح، وبعد كده هيديك بروجكت تاني هيديك فلوس برده وهيبعتها لك فعلا ومش هينصب عليك في الحته ديت وتفرح تاني. بعد كده يقول لك تعالى بقى على التليجرام، ولما تروح على التليجرام هيقول لك تدفع 300 جنيه وهنرجعهم لك 400 جنيه او ايا كان الرقم اللي هيديهولك. فانت تديله 300 جنيه ممكن هيرجع لك ال 400 جنيه وتبقى فرحان. تفضل تمشي كذا خطوه وكل شويه انت تثق فيه اكتر. بعد كده هيقول لك مثلا هات رقم معين وغالبا بيبقى كذا الف، يعني 5000 جنيه 7000 جنيه ايا كان الرقم، وغالبا مش هيرد عليك تاني وبتطلع من الجروب ده وتلاقي نفسك ان انت مع نفسك مفيش اي حد هيرد عليك. فانت الحاجات دي كلها انا مش بقول لك على ده، بس انت ممكن تشتغل سوشيال ميديا مانجر، ده حاجه، وان انت تبقى بتعمل لايك كومنت ده حاجه ثانيه خالص. وبعد ما قلت لك كل ده على السوشيال ميديا ماركتنج، فالماركتنج ممكن توصل لحد $45,000 في السنه. اضربها في 30 وشوف هيطلع لك كام. طبعا كل ما بتشتغل اكتر او تطور من نفسك اكتر كل ما هيجي لك فلوس اكتر. وزي الشغلانات اللي فاتت لو في اي كورسات انا شفتها مفيده فعلا او الكورسات اللي انا خدتها بشكل شخصي هسيبها لك في الكومنتس تحت. بس اشهر حاجه للسوشيال ميديا ماركتنج والويب ديفلوبمنت عشان تستقولها في الاول هو FWD بتقدم لك منحه مصريه ان انت تدخل وتاخد كورس كامل عباره عن كذا مستوى، فده هسيب لك برده اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. نيجي بقى لاخر حاجه وده الوحش الكبير بتاعهم اللي هو محتل السوق دلوقتي وكل الناس بتجري وعايز تاخد اي كورس فيه قبل ما الكراسي كلها تزدحم وما تلاقيش مكان ليه، وهو الاي اي، الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بقى داخل بشكل بشع، بقى شكل كبير جدا وواخد شغلانات كتير جدا، وغالبا داخل في كل الشركات وكل الشغلانات. من كل اللي احنا قلناه على اللي فات ده كل ده ممكن يساعدك فيه الذكاء الاصطناعي، او الذكاء الاصطناعي داخل فيه وبياخد مكانه. فانت الذكاء الاصطناعي لو اتعلمته ده بيدفع فلوس كتير جدا لو انت شاطر فيه. الذكاء الاصطناعي كذا ليفل كذا حاجه انت تقدر تتعلمها، منها مثلا ان انت بس لو بتقدر تتكلم مع الذكاء الاصطناعي واسمك ويسبرر فانت بتقدر تقبض عليها فلوس. ان انت بس تقدر تكتب برومبتس. ليه؟ البرومبتس مش حاجه عبثيه ان انت بتكتب برومبت تكتب له اي كلمتين ويطلع لك اجابه، ده مش برومبت.
برومبت بيبقى حاجات منظمه، ازاي بتناقش معاه، ازاي لو طلع لك اجابه غلط تبدا تصححها له وتبدا ان هو تاخد منه الاجابات الصح. ده ناحيه. الناحيه الثانيه ان انت اصلا بتعمل البرامج دي. الاي اي بيتقسم لحاجات كتير، منها مثلا ان انت تبدا تعمل ريسيرشز ازاي اصلا تعمل الاي اي ده، او ان انت ازاي تعدل عليه، ازاي ان انت تعدل الالجوريزم بتاعه، ازاي ان انت تاخد الاي اي ده وتحطه في ابلكيشن، فالابلكيشن يبقى شغال بمساعده الاي اي، ازاي ان انت تطور من الاي اي عموما. دلوقتي بقت كل الشركات بتدور على مهندسين الاي اي عشان يبداوا يشتغلوا معاهم. وصدقني مش لازم تبقى جايب 96% وعليك نجمه وتروح كليه هندسه عشان تشتغل في ده، ممكن تبقى خريج سياحه وفنادق او بزنس زي وتشتغل في الاي اي. الاي اي مفيش حاجه بتحكمه، الفكره كلها ان انت يبقى عندك المعلومات الكفايه والخبره الكفايه ان انت تشتغل فيه. فابدا في الموضوع من النهارده. ده مش بيغني عن كل الشغلانات اللي فاتت، يعني انت لو اوريدي بدات في الشغلانات اللي فاتت، الشغلانات اللي فاتت ليها مكانها وليها وضعها وليها فلوسها وليها ناسها، والحاجات دي مش هتنتهي. بس لو انت بدات في الاي اي، صدقني انت بدات في خطوه كبيره جدا. بس الاي اي هو من اصعبهم ومن اطولهم وقت، انت تاخد وقت طويل جدا اكتر من اي شغلانه ثانيه. لو انت بتحب تستثمر للمدى البعيد، لو انت خلقك واسع وتقدر ان انت تصبر على الشغل، الاي اي صدقني هيفيدك كتير جدا قدام. فانت ابدا اشتغل فيه. وطبعا انت مستني الرقم بتاعه، فالاي اي بيديك $120,000 في السنه، وده المتوسط. المتوسط ده يعني مش كل الناس، في ناس بتاخد اكتر من كده بكتير، في ناس انا اعرفها بتاخد اكتر من كده بكتير، بتشتغل في شركات كبيره. ودلوقتي كل الشركات تقريبا بقت مستنيه اي حد بيشتغل في الاي اي. جوجل، ابل، سامسونج، اي شركه كبيره جت على بالك هي بتشتغل دلوقتي بالاي اي. فابدا فيه من النهارده. في الاخر عايز اقول لك ان الشغل ده رزق بتاع ربنا، بس انت لازم تاخد بالاسباب، لازم ان انت تبدا تاخد خطوات، لازم تبدا تاخد كورسات وتتعلم الحاجه واحده واحده، لازم يبقى خلقك واسع وان انت تصبر على الحاجه مش تيجي في يوم وليله. صدقني انا كان عندي مشكله ان انا مش صبور في الاول، بس الناس اللي حواليا فضلت تقول لي ان انا لازم ابقى صبور، لحد ما انا اتعلمت ده. قعدت اقرا كتب، قعدت اسمع كلام الناس اللي حواليا، قعدت اشوف فيديوهات، اخد كورسات، لحد ما وصلت لحته ان خلاص الحاجه مش بتيجي في يوم وليله. احنا مش لسه صغيرين ان احنا زي ما بنروح نقول لبابا وماما انا عايز العروسه ديت او عايز الدبدوب دوت او عايز الاكله ديت فهيجيبوها لنا خلاص كده. دلوقتي بقى العالم مختلف، احنا بقينا كبار، لازم نشتغل، لازم نصبر، والحاجه بتيجي بعد فتره. فانا عايزك ان انت تبدا تاخد خطوات من دلوقتي عشان ما تلاقيش نفسك ان انا فين من الناس دي كلها. بس كده يا شباب، يا رب اكون فدتكم فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو وعايز تعرف اكتر عن المحتوى ازاي تبقى حر ماليا، ممكن تعمل لايك وسبسكرايب وتابعنا على الانستجرام وعلى التيك توك. سلام. انا تعب نفسي وعمال من اول الفيديو اقول لك حط لك حاجات في الديسكربشن. قبل ما تقفل الفيديو انزل بص تحت في الديسكربشن وهتلاقي الكورسات اللي انا قلت لك عليها كلها والمواقع اللي ممكن تساعدك فعلا ان انت تشتغل. سلام.